يقطع من يريد زيارة طريق الباوباب 700 كيلومترا من عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو إلى مورندافا غرب البلاد. بمجرد أن يصل إلى هنا ينسى كل مشاق الطريق. أمام سحر المكان والأشجار الواقفة فيه يتملك المرء إحساس بأنه في حضرة شيء ثمين. هذه البيئة ملك بلد واحد، لكننا إذا تحدثنا بصفة عامة فهي ملك للبشرية. يسمي سكان مدغشقر هذه الشجرة أم الغابة. هي تحتضر في غابة مهددة باليتم. تراجعت المساحات المكسوة بأشجار البوباب بشكل مخيف، فالأخطار تحيط بها من كل جانب. نحاول أن نحمي ما تبقى من أشجار الباوباب. في السابق كانت الأشجار في كل مكان. قبل أسبوعين فقط كاد حريق أن يلتهم أشجارا كثيرة. تعيش شجرة الباوباب أكثر من 1000 عام، وتعيش بعض الحيوانات داخلها دورة حياة كاملة في اكتفاء ذاتي فريد. أما تعامل البشر معها فيختلف. يحرق الأهالي الغابة لكسب مساحات صالحة للزراعة، وهذا أكبر خطر يهدد الباوباب. أما الشجرة نفسها فتستغل بطرق شتى. لحاؤها يستخدم لصنع الحبال والملابس، أوراقها تستخدم كأعشاب طبية، وتستخرج منها زيوت أساسية تصنع منها مواد التجميل. أما ثمارها فتستهلك لغناها بالفيتامينات. أفرط السكان في استغلالها حتى كادت تختفي. في هذا المشتل يسعون اليوم لتدارك الأمن قبل فوات الأوان. يحضرون شتائل لزرعها في الغابة. لا توجد أشجار الباوباب سوى في رقعة ضيقة غرب مدغشقر اليوم، فيما كانت تنتشر في أغلب مناطق البلاد قبل عقود. ويتخوف المراقبون من أن تختفي الغابات من مدغشقر خلال 50 عاما إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. شجرة الباوباب هذه يسميها سكان مدغشقر شجرة العشاق. يقدسونها ويقدمون لها القرابين. يعتقدون أن لها قوة خارقة تساعد من يبحث عن شريك حياة أو يرغب في الإنجاب. ربما لهذا السبب صمدت حتى اليوم. تغرب الشمس على أشجار الباوباب، تنام وهي لا تضمن أن يطل عليها يوم جديد. ثروة لا تقدر بثمن قد تختفي في أي لحظة. مصطفى زرايد، موروندافا، مدغشقر.